شي نهار تزوجت المراه ديالي شنو كان عندي يعني نهار نتزوج هاد السيده هادي توفى عندهم الاب ديالي في بيتهم. تصور معايا الوالد ديالي مشى عندهم للدار من فاس، مشى للمحمديه عندهم في زناتة بشي سياحه، مشى السبت الحد طلع تغدى، هاي تغدى وكيوجدوا الغدا وكيتوضا في الصلاه سمع الله لمن حمده طاح. هذه اللي تزوج بها السيده ديالي هي اللي مشات كتسبق عنده عمي ياك لاباس، وقف قال له ما كاين والو، وقف ولا قام الصلاه عاوتاني في الركوع طاح مات. انا في دار واحد اخر عمري ما جيت لهاد الدار في حياتي، غنصدق في العشيه جاي لذاك الدار ونصدق انا اللي غسلت الوالد وانا اللي كفنته وانا اللي جيت معاه في السياره وانا اللي وقفت. منين جلست في الدار شنو غنشوف؟ شوف الاشارات. امي كتهضر على الزوجه ديالي بخير. شنو قالت لهم عندهم واحد البنيته زوينه عجبتني تمنيتها لشي واحد في وليداتي، وعندي خويا كبر مني وانا صغر علاقه معلم. كنمشي لتما باش نصوب الوريقات كنشوف الزوجه كي دايره مع العائله ديالنا وكذا، كنجي مباشره كنقولها للوالده. وانا داك الساعه شنو عندي طبله الكاسكروطات. خديت الاجازه الاولى ديالي في 2004 لا خدمه، مات الوالد الله يرحمه في شهر 8 انا خديتها في شهر 6 وفي شهر 8 توفى. ما عندي حتى شي حاجه. طبيله الكاسكروطات كنبيعو نشري في الزنقه. تزوجت بداك الطبيله من موراها المراه جات لعندي داخله علاياش، وهذا الكلام هذا اتذكره. جا الاب ديالها قال لها هذا الكلام يا عاودت لي عليه، قال لها السيد راه ما خدام ما والو شنو يضمن؟ قالت له الوالد شنو حنا ضامنين حياتنا. دار فيها قال الله يسخر لك. تزوجت بها وانا عندي طبلات الكاسكروطات في الزنقه، مازال لا وظيفه لا تعليم لا حتى شي حاجه. راه ما كاين لا وظيفه لا والو. طبلات الكاسكروطات في فاس راه انا نقدر نقول لك شكي دايره صراحه الله. شوف طبيله الكاسكروطات وداك الشيء نقي وزويون وكذا، ودخلت وكتصوب لي القطيبات هي وتقدم عليا الدجاج وتشرمل الطيب الحريره وتقاد المسائل ونبيعو ونشري وكذا، وكتصور داك البركه وكتدخل ناشط مع راسك والحياه الزوجيه ودار ديال الوالدين، وساكن انا في قنيت وخويا في قنيت وبيت واحد تلفزه 14 وعايش الحياه السعيده في ذاك البيت ديالك. من بعد فاء الله علينا بخيره وفضله ورزقه وعشنا. دابا هاد السيده هذه من يدوز هاد المده كامله جيت تسيف عليها دابا انت وتقول لا انا ندير ونفعل ونفعل ما جاتش. ولا تنسوا الفضل بينكم.